اللهم إنها العشر الأواخر في رمضان، وأن نسألك فيها أن لا تحرمنا أجر ليلة القدر. ربي إنها آخر أيام من رمضان، فاكتب لنا أن نكون من الذين تعتق رقابهم من النار، وبلغنا ليلة القدر وجعلنا فيها من المقبولين، اللهم آمين. اللهم صل وسلم وبارك على النعم المسادة والرحمة المهادة والسراج المنير، صاحب الشفاعة الكبرى والوسيلة العظمى، من نصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. كان عندي عيد ميلاد وبصراحة ما كنتش عايزة أعمله خالص، بس عيد الميلاد دي كان مهم جدا، كان بناتي يعني، فكانوا زعلانين لأني بشتغل الناس كلها تورتة يعني، وجم على اليوم بتاعهم في العشر الأواخر من رمضان، فأنا بجد ما كنتش حابة أشتغل خالص، بس قلت إيه أفرحهم بحاجة كده بسيطة وسهلة على طول. جايزت بقى نص كيلو دقيق سبونج، عليهم 5 بيضات، معلقة محسن جل، رشة من الفانيليا، ونص كوباية من المية، ضربتهم كده وعملت الاسبونج كلات شوكولاتة. ولادي مدمنين شوكولاتة، وحبيت ان انا اعمل لهم التورتة كلها شوكولاتة ونوتيلا. قسمتها كده ل4 طبقات، والحشو برضو كان جناش شوكولاتة. كل يوم اسيسهم واقول لهم خلاص والله بعد العيد هنعمل عيد ميلاد كبير، يقولوا لي لا انت بتعملي كل يوم للناس، ما جاتش علينا احنا يعني. فانا بصراحه والله كنت نفسي اجله بعد العيد يعني، وقلت لهم خلاص انتوا حرين. قمت كده الصبح بقى بدري، يوم كده كان قبل الظهر، قلت اعمل بقى كده الاسبونج واجلسها واسيبها في التلاجة. جلستها بقى كده وسبتها في التلاجة، قلت لحد ما اخلص بقى المطبخ ومصالح البيت وكده. انا بقى حشيت ال3 طبقات جناش شوكولاته، بما ان هما بيحبوا الشوكولاته بقى، قلت خلاص اخربها شوكولاته. وخلاص كده احنا في العشر الاواخر من رمضان. إيه يا رب يوفقنا كده لقيام ليلة القدر، وجعلنا فيها من المقبولين يا رب. ومن نسيبش اي لحظة بجد في العشر ايام الاواخر دول يا جماعة، من غير الدعاء لغزة وفلسطين، اهلنا ما ننساهمش ابدا بالدعاء. طبعا كده سويت الكريمة ومسحت البورد ودخلتها بقى التلاجة، هخرجها وازينها معاكم تاني. هنا بقى التزيين، انا كنت حابة ان انا اعملها كلها بالنوتيلا. جبت النوتيلا كده وضفت لها معلقتين من الزيت علشان تبقى سهلة معايا كده في التزيين. بسواها بقى كده بالسكالافر. طبعا هي كلها نوتيلا زي ما هما طالبين يعني، هما محددين تكون بالنوتيلا. بس انا كنت في نفسي اعمل لهم اكبر من كده، بس الوقت ما كانش في صالحي. فحلوة يعني، جابوا كام واحدة كده من اصحابهم، ما كبرتش يعني، كل سنة ببقى اعمله كبير، بس السنة دي اكتفيت بكده بحاجة بسيطة خالص. سويت بقى كده النوتيلا، وجبت القمع، وجبت مربى حليب، وعملت الروزيتات اللي انتوا شايفينها دي كلها كده دايرة حوالين النوتيلا. طبعا في الوقت ده ما كانش عندي في دماغي اي رسمة خالص، غير ان هي يكون نوتيلا وكلها شوكولاتة بس. وهما طبعا بيحبوا مربى الحليب، قلت اضيفها برضو كده بالشكل ده كده. انا والله كنت شغالة والله ان انا ما اعرف هعمل رسمة ايه. جبت بقى الكريسبي الشوكولاتة ده وعملته برضو نفس الموضوع، دايرة كده حوالين التورته. وجبت بقى الشوكولاتات اللي عندي كلها حطيتها بقى، يعني ايه، قلت هي كلها شوكولاتة زينها كلها شوكولاتة. وطبعا انا قلت لهم بقى سيبولي حتة كده عشان ادوقها، لازم يعني ندوق، ما احنا اللي عاملينها يبقى لازم ندوق. جبت كده هابي بيرث داي وحطيتها برضو كده. طبعا هم عندهم بالظبط 10 سنين. هتقولوا انا ما عملتلهمش مثلا اشكال من اللي انا بعملها للاطفال وكده. هم بيحبوا الشوكولاته، حاطط لهم بقى شويه بقى فراشات ونحل والحاجات اللي انتوا شايفينها دي. وهم اللي طالبين يعني، هم اللي طالبين، هتقولوا لي انتوا ما عملتهاش مثلا ليه، هم اللي طالبين الشكل ده يعني، عايزين كلها شوكولاته. مش مهم بقى اطفال الوان، لا هم عايزين كلها شوكولاته. طبعا عايزه اقول لهم بقى كل سنه وهم طيبين، وكل سنه وهم منورين حياتي،
وربنا يخليهم لينا يا رب، وما نتحرمش منهم، والسنة الجاية يكون أحسن من كده كمان. وعايزة أقول لهم إن أنا باحبكم أوي، ونفسي أشوفكم سعداء دايمًا ومتفوقين. ويا رب يكون فيديو النهارده عجبكم، وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان أي فيديو جديد ينزلوكوا على طول. وابعتولي كده في التعليقات وقولوا لي آراءكم في التورتة اللي أنا منزلها دي. ويا رب يكون عام سعيد عليهم. وطبعا الحاجة البسيطة دايما بتفرح، وانا شفت الفرحة على وشهم حتى لو ما كانش موجود تورتة، هما كانوا فرحانين ومبسوطين. ويا رب دايما انا وباباهم كده نقدر ان احنا دايما نفرحهم ونسعدهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي. عيد ميلادي يا جماعة، ثانية واحدة، مش عايز منكم هدايا، فن انتوا معايا، انا يوم حلو بيكو بقولها من جوايا، مفيش غريب وسطينا. عيد ميلادي يا جماعة، ثانية واحدة، مش عايز منكم هدايا، فن انتوا معايا، انا يوم حلو بيكو بقولها من جوايا، مفيش غريب وسطينا. عيد ميلادي يا جماعة، ثانية واحدة، مش عايز منكم هدايا، فن انتوا معايا، انا يوم حلو بيكو بقولها من جوايا، مفيش غريب وسطينا. عيد ميلادي يا جماعة، ثانية واحدة، مش عايز منكم هدايا، فن انتوا معايا، انا يوم حلو بيكو.